يوم كامل معي راح نجوزوه البنات يوم الجمعة من الصباح حتى العشية. روتيني المسائي المتنوع البنات باش نخلي دنيتي نقية. كي نوض الصباح نلقاها تولول وتشعل. تبعوا فقط الفيديو الأخير وتشوفوا كامل وش درت نهار الجمعة لي سوا ديزون اعتبرتو يوم راحة. سلام حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير بصحة جيدة ومهنيين. قبل ما نبدأ نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنساونيش باللايكات تاعكم والتعليق الطيبه كما مولفين تخلوهم لي البارطاج خياتي باش تعم الفائده وتوصل القناه لاكبر عدد من الاشخاص. نشكركم جزيل الشكر على كل الامور اللي راكم تذكروها في التعليق. هذا يدل على نبل اخلاقكم وطيبه قلبكم البنات. المهم روتين يوم الجمعه نط بكري البنات لخاطر كنت في دايره في بالي لازم 10 غير ربع نكون خرجت، كان عندنا شغل انا والزوج. المهم البنات الماء دونك انا ماشي موفا نغسل الحوايج بالجمعه غير اذا كان نهار تاع الماء. انا الماء يجيني نهار بنهار صافي. كان نهار تاع الماء ديريكسيون، يعني انا فتحت العين مع الفجر البنات باش تعمرت لا سيتارن، صليت صلاتي وبكل صراحه ما رجعتش. انا بالجمعه موالفه نرجع، ما نرجعش بكري، هي نخليهم يرقدوا ما نديرش عليهم الحس. لكن كي كان على بالي حنخرج صافي ما رجعتش بكل صراحه، يعني خديت وقتي في صلاتي في الورد اليومي ديالي، ما درتش عليهم الحس. مع السبعه ديريكسيون قلت لكم درت الحوايج يتغسلوا، راني نغسل ميم في ليكوات البنات. على بالكم انايا مره في 20 يوم مره في الشهر ليكوات تاع البنات كامل نغسلهم. غسلت وش غسلت انشرت البنات وطيبت الطعيمه كما راكم تشوفوا. كنت شاركتها معكم في جدول الوصفات، ما صورتش كلش البنات، خديت لكم لقطات من كلش هكذاك وجاء الفيديو طويل لكن مفيد جدا البنات. جيت نحفزكم، جيت نعطيكم شويه طاقه باش الانسان لو كان ما يخدمش شغله ما كاش اللي يخدمه له، خاصه كي يكون عندك هكا شغل وراكي خارجه تبقى هذيك الراس تاعك يبقى غير يخدم، راكي برا وهذيك الدنيا مرويه. الوغ شوفوا بالجمعه كان عندي شغل صافي من بالعشرة خياتي كنت كملت فطوري وعشيه كيما نقولوا طاب وكمل. كانوا غير شويه تاع الماء عن خياتي خليتهم لبناتي وخرجت. وللامانه هنايا البنات بكل صراحه هذايا الفلفل هذا اللي جبته في القضيه البنات ولا غير شوفوا حتى اليوم درته في الفريجيدير ونسيته. كي كنت نمسح في الفريجيدير اتفكرته. المهم جيت لهنا كما يقولوا قطعته راح نديرو بوف الجوخ. هو الكميه صغيره لكن ولا غير دار لي يعني خيرات ربي على كل حال. هذا درته لافيغ بكل صراحه بالخميس في الليل البنات. غسلت مليح هذاك الفلفل قطعته وجيت لهنايا نقطعه بهذا الشكل ومن بعد بيان سور راح نجوزو في الاشواق. شوفوا خليت له ميم الزريعه تاعو، يعني في بوف الجوخ تقدروا تخلوا الزريعه لانه ما راهوش حر يعني يكوي كما يقولوا. كاين هذاك الحر اللي يكون صغير ويعني حر بزاف، هذاك غير نحولوا الزريعه البنات لانه راح كما قال يكويكم. هذا يجي موز يجي هايل ما حر ما حلو. فوالا المهم نرحيوه شويه خشين البنات. بوف الجوخ ما يحبش يعني تهرريه كامل خياتي وانما ترحيوه يعني شويه خشين. ودرتو في القصعه ولا كما نقولوا في ان ريسيبيون ودرت له الملح، درت له مغرفه ولا زوج ولا ما شفيت باسكو الكميه ماهيش كبيره. يا ربي كيلو هكذا، كيلو بالك كيلو لا ميم با البنات. عمرت كامل هذا الريسيبيون هنايا تاع زجاج ودرت له الملح. بعد ما درت له الملح قاعده نخلطه جيدا. الملح الدور ديالو في هذا الفلفل البنات هو انه يخليه يطلق الماء كامل ديالو، لانه البوف الجوخ هنايا معناتها راح نرقدوا الفلفل الحار تاعنا في الزيت، وبيان سور كي نرقدوه في الزيت ما لازمش يكون فيه الماء سينو يخسر. المهم كيما راكم تشوفوا هنايا درت له الملح حنخلطه جيدا وبعد نديرو في كسكاس وندير تحته ان ريسيبيون هكذا اللي ما يلحقش الكسكاس باش كي يقطر هذاك الماء ما يقعدش لاصق مع الفلفل تاعنا. وندير يعني نغطيه بطبسي ونزيد ندير له حاجه ثقيله هكذا باش الغد من داك. قلت لكم هذا درتو لافي البنات تاع الخميس باش بالجمعه خياتي كيما نقولوا نكمل العمليه. فوالا
يقطر مليح خياتي ويخرج كامل الماء ديالو باش من بعد نرقدو في الزيت. هذا هو. انا درت فوقو خياتي البوطه تاع الطوماطيش، ما لقيتش سكتو برك. دي فوا ندير واحد الهدات هي البنات والله غير الواحد كاع يتيك ما يعرفش كيفاه. المهم هذيك اللي لقيت قدامي البنات درتها، يعني المهم باش يستقطر درتو في الفريجيدار، ما حبيتش نخليه في الكوزينه لانه لو كان نخليه في الكوزينه ممكن انه يقراص ولا يدخل له ريحه تاع قروصيه ولا في الفريجيدار يقعد انتاكت. هذا هو. قلت لكم غد من داك باش راني استعملته، سي بور سا درتكم هاد اللقطات باش نكملها معكم نهار الجمعه مع العشيه. سيتي بريفي الصباح، وبيس قلت لكم كان عندي شغل من 10 غير حتى ل 12 هكذاك باش دخلت للبيت. فيما بعد خياتي يعني بكل صراحه انا قلت لكم يعني كي دخلت بليتو كي دخلنا كندن للظهر، يعني الاذان تاع الظهر او صلاه الجمعه صافي. صليت ومن بعد يعني كانوا عندي ضيوف، يعني جات الام ديالي ربي يحفظها مع خواتاتي، صافي قعدنا قصرنا حتى خياتي ل6:15، يعني قبل ما يدن المغرب بشويه هكذاك باش ومن بعد جيت لهنا لا كويزين بديت بهاد بوفجر كما يقولوا. وزدت من بعد دوك تشوفوا معايا شفتوا هذاك الحليب البنات اللي درتو يروب. سي طافي اخي قلت لكم دائما لا كاليتي تاع الحليب تلعب دور، ممكن يجيكم الله رايب وممكن يعني يكون فيه بزاف الماء تحولوه للبن، يعني خلطوه جيدا باش يتحول للبن. انا هنا يا خياتي هذاك الرايب ما رابش، كان الحليب شويه ما هناش، يعني كان كثرتو ما. هنايا دائما اللقطه هنا كيما راكم تشوفوها تاع هذاك الفلفل كي حطيت عليه هذيك كيفاش يقولوها البواطه تاع الثقل تاع البواطه تاع الطماطم المصبره. شوفوا هنايا عاد انا كنت منقصت ديجا هذا الماء، كنت منقصه ومن بعد عاودت صورت لكم واش بقى. المهم البنات شتو شي يطلق الماء ومن بعد هنايا خلاص يكون كما قلت قطرت جيدا. هذه قلت لكم غد من داك. وهنايا الساعه كانت 6:15 البنات كي درتو معناتها راني خليته تقريبا نقولوا 24 ساعه ولا يعني واحد نقولوا 20 ساعه ولا ملي كان يستقطر. شوفوا هنا درتو في هذا الطبسي هذايا الغامق، درت له الملح. وشنو هنا درت له ملح صخري كما يقولوا، احسن شيء كي نديروا مخللات ولا تاع الترقيد ولا نديروا لهم الملح الصخري. المهم درت له غير مغرفه واحده، ما حبيتش نكثر البنات لانه ديجا كان في الملح. سي فري كو عاود استقطر كامل. الملح هنايا راح يعتبر ايضا كحافظ، لكن يعني هذيك المغرفه هنايا كفاتني ووفاتني. درت له هنا زيت الزيتون خياتي موالفه نديرو، انا ماشي زيت الزيتون بليتو درت زيت سونغو موالفه نديرو زيت الزيتون، لكن ما قلت لكم ماهيش عندي كميه كبيره صافي استعملت زيت سونغو. درت له كميه هنايا وخلطتها جيدا مع هذاك الملح. ومن بعد هنايا راح نستعمل غير بلارات صغار. علاش؟ باش كي نفتح البلاره نستعملوها في يومين 3. هي دائما هذوما الامور كي نخدموهم نحطوهم في البلاكار عادي، الا حبيتو تحطوهم في الفريجيدار ما كاش اشكال، لكن كي نفتحوها دائما لازم تحتفظوا بها في الثلاجه. جي بريفيري موالفه ندير بلارات كبار، لكن هاد الخضره جي بريفيري اني ندير بلارات صغار. علاش؟ لخاطر عندي الحميص الحار، عندي هذايا بوفجوخ، يعني عندي امور كثيره راهي في البلاكار ديالي. سي بور سا البنات درت غير بلارات صغار، دار لي ولا غير خيرات ربي تاع 5 ولا 6 بلارات. كاين كاش وحده ولا زوج. دائما خياتي شوفوا المخللات اللي ندير ولا الامور هذه اللي نديرهم ما ناكلهمش وحدي بكل صراحه. سي بور سا تلقاوني دي فوا ندير بوتيتر دي كونتيتي هكذا كبيره. انا هكا دايره البنات دائما، يعني ندوق الامور هذه اللي نديرهم بيدي، يعني الاهلي والاحباب ديالي. هنا شوفوا كل ما تحطوا كميه داخل هاد البلاره خياتي هكا تستعملوا المغرفه باش يعني تسويوا هذاك السطح وتزيدوا ديروا الزيت هكذايا باش كيفاش يقولوا الزيت تدخل في كامل هذاك الفلفل، وما نخلوش كيفاش يقولوا المكان اللي الهواء يكون في الوسط، باسكو هذاك الهواء ايضا راح يخصو. شوفوا هذا الحر يجي بنين والذوق تاعو وحده. وشوفوا كي راني نهضر معاكم خياتي اللي تفكرت باللي نسيت ما درتلوش الثوم. هو يجي هكذا عادي خياتي ويجي بنين وانا يحبوه في البيت هكا بكل صراحه، لكن انا نحب كي تجي فيه ريحه الثوم
وهذيك هي اللي نسيت. المهم البنات شفتوا الواحد كيولي يجري يجري ينسى، ميه مام هكذايا راهو جاي هاي الخياتي. وشنو لو سا ديفير، معناتها هذاك الذوق تاع الثوم في الفلفل هنا مش راح يبان، لانه ما كاش اصلا الثوم. انا مولفه نرحيها بكل صراحه، هي مليح كما قلت تقطعوها كيفاش يقولوا شرائح غير رقاق وديروها مع هاد بوفجوقه، لكن انا راني اصلا ما درتهاش، مولفه نرحيها ونديرها لداخل باش ما تبانش وياكلوها لي، لكن اليوم راني نسيتها كامل. المهم نتوما الا درتو بوفجوقه هاد الوصفه ما عليكم غير انكم تزيدوا شويه تاع الثوم، كسوا تحطوها ديروها شرائح رقاق ولا ترحيوها. على بالي نهضر بزاف، وكاين البعض من المشتركات يعني ماشي مشتركات بكل صراحه كهذوك الناس اللي يدخلوا من داك هكا يقرعجوا. المهم ما عليناش، قالت لي تهضري بزاف دوك قولوا لي نتوما خياتي دوكا لو كان ما نهضرش واش قاعد ندير. المهم هنا كيما راكم تشوفوا هاي ليك عمرت البلارات تاعي، كل ما نحط كميه ندير الزيت صونغو، واللي عندها زيت الزيتون احسن واحسن بكثير. طبعا مع الاخر خياتي لازم تخليهم 1 سنتيمتر هكذا، ويكون الفلفل تاعكم مغمور في الزيت. نمسحوا هنايا بابي سويتو ونغلقها. شوفوا هنايا ماشي بالضروره ديروهم في بلارات الغلاق تاعهم تاع الزجاج، راني بالعاني درت وحده من البلارات اللي غلاق تاعها تاع البلاستيك، لانه هذا الفلفل هذا مش راح نصبروا البنات بكل صراحه، وانما يعني نحطوه غير في البلاكار. الا خفتوا عليه حطوه في الفريجيدير، الا عندكم مكان في الفريجيدير. انا حطيتهم في البلاكار بكل صراحه. هذه درك هكذا يا خياتي بيشك الكميه ماشي صغيره والبلارات صغار، 4 أيام 5 نقدر نبدا نكونسومي فيه بكل بساطه. مي كي تكون كميه كبيره ودرتو نقول لك 6 كيلو ولا 5 كيلو ودرتوهم داخل البواطه هكا تكون كبيره، تقدروا ديروا مام في دي بواط تاع بلاستيك، ما كاش اشكال. اخي شفتوا هذاك اللي يتبع هكذايا يديروهم غير في بوايط تاع بلاستيك. هذاك خياتي تقدر يعني كي تكون بوطه كبيره خلوها كاش 10 ايام ولا باش يعني تقدروا تستهلكوها. هذا هو البوفجوخ تاعي اللي يعني تحب هاد الامور ما عليها غير انها ديرها. شوفوا غير كيلو تاع الفلفل درنا خيرات ربي. طوحي تشري نتيا هذيك كيلو تاع الفلفل انا شريته واقيلا 7000، ولو كان نروح نشري البواطه هذيك الصغيره يقول لي واحد 15000، وانا درت شفتو 6 بلارات الله يبارك. المهم البنات يعني كي نقدروا نديروا الحاجه وتكون ماشي صعيبه البنات ما كاش اشكال، واحد يديرها في البيت يربح ديجا دراهم وياكل حاجه بيو وما فيهاش مواد حافظه. هنايا شفتوا هذاك الرايب كيفاش كان البنات دي فوا يكون الحليب الله يبارك يجيني كامل ما كامل رايب ما فيش كامل ما، ودي فوا يجي هكا كي يجي هكا انا دي فوا نخلطو مليح هكذايا بالفوي ولا بالبغاميكسور حتى وين يتحصل على البن رائع. لكن اليوم والله غير قلت والله غير نديرو ماشي بتي سويس فروماج ريجيم. شوفوا نحيت كامل هذاك الماء، شفتوني كيفاش صفيتو في الصفايه هذيك تاع رقيقه كامل كيما شغل هذيك تاع الحليب كيف يعني الثقب تاعها غير رقيق باش يبقى لي هذاك الشغل الرايب اللي كان من الفوق. وهذاك الماء تخلصت منه البنات، خليت منه غير كميه صغيره. وهنايا ثاني وبعد هذاك الفرomاج هكذاك في هذيك ماشي الكسكاش في هذيك الصفايه البنات خليته ثاني كان من الصباح خليته حتى العشيه كانت 7:30 هكذاك البنات. وجيت نديرو يعني ما درت بوفجوخ جيت لهنايا دونك صفيت بليتو حطيت هذاك الفرomاج البنات واش درت له زدت له شويه من هذاك الماء اللي كان من تحت هذاك وخلطته بالبغا خياتي حتى ولا يعني باسكو مع الاول هو يجي شغل محبب حتى يولي كيفاش نقولوا راحت لي الهضره البنات حتى يولي ليس فوالا ليس. ونديرو كنت راح نديرو في بورت مونجي تاع الزجاج لقيتهم انا عندي زوج برك كانوا داوهم بناتي داو فيهم الماكله. المهم ما عليناش درتو في هذيك كيما نقولوا تاع الزبده ولا غير تاع الزبده البنات وزدت درت في واحد البواطه هكذا اون بلاستيك. شوفوا دخلوا يبرد مليح فروماج ريجيم اللي نشريوه مع بيه شحال يسوى 4500 ولا انا نحبوا هذاك الفروماج ريجيم بالبزاف. تقدروا تستعملوه ثاني كيفاش يقولوا في لي ساندويتش. شتو دي فوا انا كي نستعمل معاكم صوص فروماج هذيك لا صوص فروماج انا واش ندير قطعه من الجبن ونزيد لها شويه تاع لا كريم فخاش. تقدروا بهذايا مباشره
تطليو به لي ساندويتش تاعكم بنين البنات. الوغ لا اللي يحب الفرماج ريجيم، كاين اللي ياكلوا فرماج ريجيم هكا كان ناكلو بدون سكر، وكاين اللي يحبوه دراري صغار دي فوا نعطولهم هذاك الفرماج ريجيم ولا البتي سويس. هذا والبتي سويس كيف كيف البنات يجي من اروع ما يكون وبنين نفس الذوق. غير كيما نقولوا بشحال انا هاتك تما زوج كار تاع الحليب ب5000 درت كميه تاع قريب شحال واحد 6 ولا 7 بوايط تاع فرماج ريجيم، وانتم ديروا الحساب يعني هكا كيخسر لكم الحليب البنات ولا تروحوا ديروه رايب ويجيكم كيما انايا تحولوه بيان للبن، ولا كاريمون ديروه فرماج ريجيم. العمليه سهله وبسيطه. المهم فاتني الحال البنات كما راكم تشوفوا. بعدها شفتوا يعني قلت لهم البنات يخلوا انا نكمل. كان مر هذه كامل مر المغرب البنات صلينا وتعشينا، قلت لهم خليوني انايا نكمل. كنت حابه ندير معكم هكا روتين مسائي ونوصيكم ونحفزكم دائما باسكو انا صباح بكري او عندي شغل 8 لازم نخرج من البيت. دونك يعني بلا هذاك الشيء دائما نحب انه الكوزينه تاعي سورتو الكوزينه مضرب اخر ما كاش اشكال. الكوزينه ولي سانيت اخياتي وهذو نحب يكونوا نقايه يعني يصبح بكري. الكوزينه دائما نحب يعني نخدمها هكذايا في الليل، ولي سانيتير وصال دو با هذوما دي فوا في الليل ولا ماجورتي دو طون الصباح. صافي هذوك المواعن يعني تاع القهوه خياتي وحاجه قليله يعني اللي خدمت بهم هذاك بوفجوخ وكامل مع تاع العشاء. قلت لهم بناتي خليو انايا نروح باش غير فقط نحفزكم وندير معكم روتين ليلي. نقيو الكوزينه تاعنا شكون خياتي كيما انايا. شوفي مهما تكوني تعبانه لكن لو كان تخلي كوزينتك راح تتعبي اكثر باسكو راح تبقى تخدم لك في الدماغ ديالك ما تقديش اليز، وكي تنوضي الصباح وتلقاي هذيك الحاله هكذاك تزيدي تدمري. سي بور سا اختي العزيزه دي فوا ميم مع الصباح كي تصبحي هكذاك سورتو غدوه السبت البنات كي يعني يهبط لكم الفيديو مع صباح بالسبت تقدري ميم ديري التحضيرات المسبقه ديالك ولا دوشي لوليداتك الا كانوا صغار يعني غير الشغل اللي كاين. دونك دو بريفيرونس الواحد سورتو الكوزينه ما يخليشهاش كامل فيها الشغل في الليل. ستيكيها اختي العزيزه كي العروسه وروحي ترقدي. المهم كيما شفتوا البنات هذوك المواعن غسلتهم. انا كي نغسل المواعن اونتر طون راهم يستقطروا راني رحت لابلاك ما كانش يعني فيها كونشوط. ثاني غسلت كامل هذوك لي غري هذاك الريسان تاعها مسحتها. شوفوا كي تبقى يدكم دائما في الحاجه ديالكم راح يجيكم التنقيه تاعها والتنظيف تاعها سهل. شوفوا الشغل ما منه مهروب، الشغل فيها البنات. على هذا الاساس خياتي يفو ميو تخدموه ما تقعدوا تستناو ما كان اللي يجي يخدمه لكم في بلاصتكم ما والو. الوغ يفو ميو الواحد يحفز روحه وتقولي نوض وندير شغلي وتشوفي هي مع الاول باك الامور تجي صعيبه ومن بعد يعني غير تبدا كيما قال في الميناج راح تتحمسي وتشوفي تخرجي انتي وحدك الشغل. المهم شوفوا الحاله خياتي غسلت هذوك المواعن بدلت شويه تعرفوا خياتي انا نحب التغيير. دونك عاودت رجعت هاد ليمون مسحت كامل البوايط تاعي كيما راكم تشوفوا. ليفي تاعي يشعل كوزينتي راهي تشعل. غدوه الصباح نشرب قهوتي ديريكسيون يعني نروح نخدم يعني عندي قلت لكم الشغل نروح ليه باش نولي للدار. هذا هو الفيديو تاع اليوم. الى عجبكم واذا كان تحفزتوا قولوا لي في التعليقات شكون اللي خلات كوزينه تاعها هكاك نوضي ليها مهما يعني كان الوقت اللي يحبط لك الفيديو. ديري التحضيرات تاعك تاع الاسبوع الجداول الزمنيه كسوا تاع التنظيف كسوا تاع تدريس الابناء. هذاك هو خياتي خاصه اذا كانوا وليداتكم صغار تبداو تراجعوا معاهم جدول الوجبات وما الى ذلك. يعني ان شاء الله ربي يقدرنا على كل الامور اللي راهي تحت المسؤوليه ديالنا. نخلص الفيديو نخليكم بخير وعلى خير الى فيديو اخر باذن الرحمن.